كبير وعريض، لأن الجواب على لماذا ترجمة كتاب الليبرالية لباسكال سنة يجد أصل تفسيره في الاهتمام الذي كان يشغلني لإيصال الفكر الليبرالي إلى العالم العربي من خلال المهمة التي أشغلها منبر الحرية خير معين لبلورة هذا العمل إلى الوجود، فقمت بترجمته واستمتعت بقراءته، وأردت أن أشرك القارئ العربي والمفكر العربي والمشتغل بالبحث عن وسائل تطوير المجتمعات العربية. أردت أن أشرك كل هؤلاء في هذه المتعة وهذا الاستمتاع، وبالتالي في نقاش فكري جاد حول سبل تطوير الحياة في العالم العربي. سر عمق هذا الكتاب وهو أنه يتناول قضايا فلسفية كبيرة بأسلوب بسيط وعبر نماذج وحالات تكاد تنتمي إلى الحياة العادية لأي مواطن في أي بقعة من بقاع العالم. والكتاب هذا بالضبط ربما فائدته في كونه ينطلق أولا من كشف الغبار وتوضيح المغالطات التي ظلت لصيقة بالليبرالية كمفهوم عند العديد من المتداولين لهذه النقطة. أعتقد أنها تمثلات خاطئة، ويكفي النظر إلى عمق الليبرالية للوصول إلى هذه القناعة وإلى هذه الحقيقة. فالليبرالية تنطلق من فهم الإنسان، من تهيئ هذا الإنسان وتكوينه وتطويره، تطوير ملكاته، تطوير قدراته، لكي يصبح عنصرا فاعلا مغيرا لواقعه ولمجتمعه. وأعتقد أن هذا هو الأصل الذي خلق الإنسان من أجله. خلق الإنسان من أجل أن يطور نفسه بنفسه، أن يطور ذاته بذاته، وأن يصلح حاله وحال أهله وحال مجتمعه. أعتقد أن الفرق بين جميع النظريات التي تشتغل على الواقع وعلى المجتمعات هو أن هناك نظريات تقول على الإنسان أن يظل أين هو، وعلى مجموعة من المشتغلين بالتفكير أن تفكر في كيفية تطويره. وهناك نظرية تقول على الإنسان أن يتحمل مسؤوليته ويتكفل بنفسه، وعلى الجهات المسؤولة أن توفر له الإطار لكي يشغل عقله ويشغل فكره ويشغل كفاءاته ويتنافس مع غيره، وأن يصل إلى المبتغى الذي يريد أن يصل إليه من تحسين واقعه ومجتمعه. وأعتقد أن هذا الفكر الثاني هو الفكر الليبرالي، وأن الفكر الأول هو الفكر الذي يقول بالاتكالية والذي يقول بالدولة الرزاقة. شبكة الليبراليين العرب يعني اجتازت طرق صعبة، وهي الآن استطاعت اليوم أن تتجاوز 3 مراحل مهمة جدا: مرحلة التأسيس، مرحلة الوضع القانوني الواضح، بحيث أن اليوم لشبكة الليبراليين العرب رئيس جديد عبر انتخابات حرة ونزيهة، وشبكة الليبراليين العرب تشتغل على الواقع من خلال إحقاق الفكر الليبرالي بمفهومه الواسع والعميق: حريات، كرامة، حقوق إنسان، تطوير كفاءات الإنسان العربي.